ازيك يا صاحبي؟ لو فاكر ان المبرمج الناجح هو الشخص الأذكى، فالحقيقة غير كده تماما. النجاح في البرمجة مش ذكاء بس، ده شوية صفات لو موجودة عندك هتفرق جدا. أنا منار، موبايل اب ديفلوبر وده تيك فيرس، ودي آخر حلقة من سلسلة من غير ولا سطر كود. أول وأهم صفة هي الصبر. هتقابل أخطاء، باجز وكود مش شغال كتير رغم إنك متأكد إنه صح. لو مش صبور هتزهق بسرعة، لكن المبرمج الناجح بيكمل لحد ما يحل المشكلة حتى لو قعد ساعات. تاني صفة هي حب التعلم. البرمجة مش حاجة بتخلص، ده كل يوم في حاجات وتحديثات جديدة. لو بطلت تتعلم أو وقفت شوية هتتأخر عن غيرك. لازم يكون عندك فضول لكل حاجة جديدة بتحصل. تالت صفة هي حل المشكلات. انت مش مجرد بتكتب كود، انت بتفكر ازاي تحل مشكلة باستخدام الكود. ده اللي بيفرق مبرمج عن مبرمج تاني. رابع صفة هي الاستمرارية. مش مهم تذاكر 10 ساعات، المهم تفضل مكمل حتى لو ساعة واحدة بس يوميا. الاستمرارية بتكسب الحماس المؤقت في الآخر. بمعنى خليك منضبط، حدد لنفسك تاسكس يومية تعملها علشان تقوي مهارتك وخليك مستمر عليها. ما تخليش الحماس هو اللي يخليك تذاكر. خامس صفة وهي ابحث بنفسك. مش كل حاجة هتلاقي حد يشرحها لك، ولا كل حاجة هتلاقيها جاهزة، ولا كل مشكلة هتلاقي لها حل. المبرمج الناجح بيعرف يدور، يقرأ ويجرب لحد ما يوصل للحل. سادس صفة هي العمل الجماعي. في الشغل الحقيقي هتشتغل مع ناس تانية كتير، لازم تعرف توصل فكرتك وتفهم غيرك كويس جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية سلسلة من غير ولا سطر كود. لو كنت متابع من أول حلقة فأنت دلوقتي مش بس بتفهم البرمجة، أنت بقيت جاهز إنك تبدأ فعليا. بس ده مش النهاية، دي البداية الحقيقية. استنوني في السلسلة الجاية إن شاء الله من غير ولا سطر كود ليفل 2. والمرة دي هنبدأ ندخل في أول خطوات عملية ونقرب للكود فعليا خطوة بخطوة. لو عجبتك الحلقة متنساش تدوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.